السلام عليكم متتبعين الكرام. اليوم غنديروا الفال ديال صاحبة البنت السمراء اللي هي هذه. هنا هذا الفال كيعطيني بأن البنت السمراء كنشوف عندك شي أحلام عجيبة غريبة، شي أحلام اللي في شي شكل كتلاحقك في هاد 6 شهور 8 شهور الأخرى. فوليتي بحال كتشارعي كدوزي شرع في الحلم ديالك. كذلك كنشوف بان البنت السمراء كتبت لك شي طريق او كتب لك شي طريق اللي ما غاديش تكون في الصالح ديالك او اللي ما غاديش تكوني حاملاها، فالله يجيب الامور بخير وعلى خير ولهلا يوصل شي واحد لشي امر ماشي هو هذاك. كذلك كنشوف بان البنت السمراء عندك تريكه، بينك وبينها مشاكل او شي تريكه غدير لك شي مشكل او تحطك في شي مأزق او تحطك في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك الامر اللي غادي يخلي الامور تخيب شويه او غتكوني في شي غتصلف لك حاجه اخرى. فالله يحفظكم ويحفظ ولادكم. ما عليناش. البنت السمراء المزوجه مع الراجل الحنطي، كنقول لك انتبهي من هاد البنت البيضاء اللي هي جاره او هي صديقه، انتبهي منها بزاف لانها كتروم لك على الراجل، وكنشوف بان اسرارك غيتستخدموا ضدك. وهذا الشيء مزيان فيك. نقولك علاش؟ لانك خاصك تعلمي تشدي فمك، فالانسان ما كيشد فمه حتى كيتعلم الدرس. فهنا كنشوف ما بين السمراء والحنطي كاينه دائره الخطر، كاينه شي وحده كدور به. وهنا السمر كنقول لك هنا السمراء كنقول لك انتبهي بزاف منها. وراجلك الحنطي الا كان في البلاد البعيده كنقول لك غادي يدخلوا فلوس وغادي يخبيو منك، غادي تكتشف فيهم مع الوقت. السمراء المزوجه مع السمر كنشوف بان السمر بعيد منك، والسمر غادي يوقع ليه شي مشكل او غيار مع شي واحد في تريكته، عفوا مع شي واحد من عائلته اللي غادي هي ديك تريكته وعائلته اللي غادي يوصل لمواصل خيبه ومشاكل كثيره. والسمر بينك وبينه كنشوف الحاجه الزوينه كيلصقها لي والحاجه الخايبه كيلصقها لك انت. ملي كتوقع حاجه زوينه تقول هادشي راه بسببي انا اللي درتها. ملي الله يستر ربي راه كيجيب الزوينه وكيجيب الخايبه. ملي ربي سبحانه وتعالى كيجيب شي حاجه خايبه كيلصقها فيك انت، فانسان ولي متملص من المسؤوليه. فالسمر الا درتي في عقلك غادي يطردك ويفجرك. فالسمر غير سوي منطقيا، غير سوي فكريا. غادي ندوزو ونتكلموا على البنت السمراء المزوجه مع الابيض. الابيض كنشوفو مسلط عليه شي وحده هي امها، او شي وحده عندها شي امها واعره من جميع الجوانب. تقول لكم امها واعره، امها واعره، امها كيفاش نقولها بالدارجه، ما عرفتش كيفاش. امها زعما سحاره، ذكيه، اي حاجه. الابيض كنشوفو ولا كيعاملك انت بسياسه التجاهل وسياسه السكوت، وانت حاسب ان هذا السيد كيدير شي حاجه او عارف هذا السيد تحت منه شي حاجه اللي ماشي طبيعيه. وهنا كيعطيني 3 الوقات وليت الغيارات بيناتكم كثروا. فانت مبينه السمره بانك ما على بالكش بهذا الانسان هذا، ما مسوقاش ليه، ما معتبراش، ما مديراش ما ولكن كنشوفك جاريه معاه على البعد من بعيد. كنشوفك منتبهه ليه، دايره لي داك الشغل ديال لابيجي. غادي نتكلموا على البنت السمراء اللي مصاحبه مع الابيض. ما بين السمراء والابيض كاينه وحده بيضاء، يعني كاينه علاقه ثلاثيه. الابيض هنا كنشوفوا ولا كتحسي بيه بحال كيدوي معاك وكيجاوبك غير بالزز. الابيض ماشي هذا هو الابيض اللي تعرفتي عليه. تهز راجل وتحط راجل واحد اخر. فللاسف هنا كنشوف الامور غدا كتخسر بيناتكم. كنشوف الامور غدا كتباعد بصراحه. بما يخص البيضاء، عفوا فيما يخص السمراء اللي مصاحبه مع السمر، الاسمر كنقول لك مشغول على شي حاجه، والسمر غادي يخرجوا فيه الذنوب ديالك. لان كنشوف ان السمراء عاشرتي السمر بالصفا
وبالنيه وبالحاجه المزيانه، ولكن هذا السيد هذا كان عا كيتفلى، كان غير شاد بك الوقت، او كان غير كي يترهبن عليك، او كان غير كي يدير. ف بصراحه هنا الامور بيناتكم ولات بصراحه ماشي تلهي. فللاسف كيخرجوا لي شي حوايج الله يستر العيب وصافي. المهم غادي نتكلموا على البنت السمراء معرفه على الحنطي. الحنطي اذا كان اجنبي او لا كان في البلاد البعيده كنقول لك هذا مزيان، ولكن الحنطي ولد بلادك كنشوف فيه الاستغلال، كنشوف فيه تحلوا عيني على الطمع، تحلوا عيني على شي حوايج ما كانوش في الاول. دابا حاليا كنشوف الامور مديره. بالفعل كذلك عطاني واحد النقطه اخرى، بان البنت السمراء عندك مس، وداك المس كيبين لك فرزيات عند عائلتك، كيبين لك داركم او الناس قريبين منك ما كيبغيوش، بحال داكشي اللي فيك باغي يتفرد بك. فما تسمحيش لهاد المساله توقع. ومن هنا الفاج الجاي الله يحفظكم ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير.